معلش نبات معلش، مع احترامي ليك الجاي مش ليك. لو انت الكوتش انا ما بسكتش، اول ما اقول الكوتش خش ما تسكتش. حبيبي خدعوك فقالوا يا سلام يا عبد انت تاني ليه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه، برضه تاني ليه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه، عامل لي ايه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه. ترحمينا بقى في ايه؟ لو ما كنتش تزعق. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. يا مساء الفل، انا جيت عبد السلام جت. حبيبتي يا عبد السلام، حبيبتي يا مصر، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كويسين؟ بتاكلوا كويس؟ بتشربوا كويس؟ حلوين وبتنزلوا تجيبوا عروض ومش فارق معاكم المرض والعيا وبعد كده ترجعوا تعيطوا؟ انتوا عاملين ايه بقى؟ ها؟ ما تيجوا نحترم نفسنا والله العظيم، نلبس بقى كماماتنا ونرش كحولنا. يعني احنا طول ما قاعدين بنرش كحول، فاهم؟ واحنا عشان لازم ننزل شغلنا كمان. يعني اقسم بالله لو كان في working from home وحياة امي كنت اول واحده working from home ابس من الصالون. بس مش كده، يعني نهدى على نفسنا شويه عشان بصوا الدايره عماله بتضيق قوي، صح؟ يلا قلت لكم كلمتين عشان انا بحبكم. بس بيقول لك ايه بقى النهارده كل اتنين هيكون معانا الهروب الكبير. انت الكوتش اللي انتوا مستنيينها بكره انت الكوتش بكره. يقول لك الهروب الكبير. يعني الهروب الكبير يعني ايه؟ ازاي تخلع بالشياكه، لانه في ناس ما بتحبش كلمه تخلع دي مع انهم بيخلعوا اول ناس. ازاي تهرب بالشياكه من موقف او من اي حاجه في الدنيا. الهروب الكبير ازاي تهرب من مشوار او تنظيف البيت لست الحاجه، او مشوار هي طلبته برضو ست الحاجه يوم الاجازه وانت مش عايز ومش قادر ومن غير ما تزعلها. لازم تهرب بالشياكه. بس ورينا العقل بقى، العقل زينه في الفاترينا. مين احسن واحد هرب وادى اعذار تدرس؟ انا اللي بيحبني يغسل المواعين ويغسل الاطباق ويغسل الكوبايات ويمسح مكانه وينظف اوضته وما يحطش اللبس على الكرسي اللي في الاوضه. معروفه كاي ام. يعني انت اتهرستي في كل الافلام واتهرستي في الحقيقه ياما. كلاوي الجنيوس بتاعنا هو اللي هيخلص. هرسوكي في برطمان نوتيلا، فاهم؟ انا لو مش عارفه تقول ايه. المهم ان احنا لازم نفكر في حاجه، ان 1927 ده رقم الاس ام اس، ورقم التليفون 3835962. وكمان ممكن تبعتوا لنا على الفان بيج ميجا اف ام 927 او على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. معاكم سالي عبد السلام والبرنامج اللي بيقولوا عليه على ميجا اف ام 927. الاغاني على كبير وبرعايه وي قبل اي حد. يلا بينا. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. مش انتوا بتحبوني وانا بحبكم؟ مع احترامي ليكوا، فاهم؟ اللي هو اللي جاي ما بيبقى مش حلو، او ما اقولك مع احترامي ليك اعرف ان اللي جاي مش حلو. ممكن ما تكلمونيش وانا على الهوا لو انتوا مش هتطلعوا الهوا. ما ينفعش، ما بلحقش اخد مكالمه، ما بلحقش نطلع على الهوا. وحتى لو انا في ايدي حاجه اعملها مش هبقى مركزه، لانه بيبقى قدامي تقريبا يعني دقيقتين عشان اطلع هوا. فانت بتكلمني قبل هوا ب 14 ثانيه عشان خاطري اديكوا السلام عشان انا بحبكم. يا عم سلام. لانه حرام التليفون بيرن اهو دلوقتي ومش هعرف اخد المكالمه، فاهم؟ فحرام. وبعدين اصلا هو انت ليه عليش مبدل التليفونات؟ استنى، ليه عليش بتبدل التليفونات؟ ليه يا عليش اكتر واحد بيعصب الناس كلها. هو ايه ده؟ برافو يا محمد يا شعبان، انت اول واحد على الفان بيج. والله وعملوا. لا خلاص مش زعلانه خلاص. ورفعوا راس مصر بلدنا. والله العظيم جدع خالص. بيقول لك ايه بقى؟ مشوار او تنظيف البيت لست الحاجه او اي حاجه طلبته يوم الاجازه وانت مش عايز ومش قادر من غير ما تزعلها. خليك ناصح، ما انا ممكن اقول لا، فاهم؟ لكن ما ينفعش من غير ما تزعلها. هنهرب بالشياكه. ورينا العقل بقى، هتهرب بالشياكه ازاي؟ نوسه بسلم عليك يا نوسه، بتقول لي اعذار مش هتعمل الحاجه، قول العشم وحش او يعني ايه؟ ما بعرفش اهرب. مش حاجه اسمها كده، لازم تهربي. انت حزينه قوي مع ميجا وسالي، يمكن تخففوا عن. افتكرت انت حزينه مع ميجا، نخفف عنك يا وكنت عبقري. عبقري.
في كمان مين تاني؟ هيثم سليمان بسلم عليك، قال لك يا عبد السلام الشياكه مطلوبه، لو انا كده كده هخلع. اوه ده واضح ان هي اسلوب حياه. اوه ايه ده؟ معقول الشياكه؟ لا وانا اللي كنت فاهمه غلط، فاهم؟ 1927 ده رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا على ميجا اف ام 92.7. الاغاني على كبير. ممكن تبعتوا لنا كمان على تويتر هاشتاج البرنامج _ اللي بيقولوا _ عليه. لسه معاكم سلام. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. والبرنامج اللي بيقولوا عليه النهارده الهروب الكبير فقره هنلعب ازاي تهرب من مواقف معينه، ازاي تهرب من حاجه معينه، هنهرب. الهروب الكبير هنخلع بالشاكر. انا واضح ان انتوا بتحبوا الهروب، ما كنتوش عارفين ايه تنفسوا غضبكم، فانا الهروب الكبير معاكم. 3835 ده رقم التليفون. ممكن تبعتوا لنا كمان على رقم الاس ام اس 1927 او تبعتوا لنا على الفان بيج. استنوا كده، ميجا اف ام 92.7. انا صوتي بعد. ميجا اف ام 92.7 بيقول لك ايه بقى؟ انه لما تحب تهرب من مامتك تخلع بالشيك، يعني في مشوار معين، تنظيف البيت وانت واخد الاجازه وايه، انا عايزه انام، يعني فاهم، يعني ما جراش حاجه، بس انا عايزه اقولها بطريقه مؤدبه، يعني عايزه اهرب بالشياكه. احنا هنسمع، هنشوف مين احلى واحد هرب النهارده. يا محمد. الو محمد. لا وفي حاجه النهارده في التليفون والله العظيم، انا مش عايز يطلع معايا ولا تليفون. ليه تفتكروا الساعه اللي جايه؟ طيب ممكن تظبط يعني يا محمد. طب هو انت اللي كنت باعت لي انه انا عايزه اشكر امي لانها دايما شايلاني، لو ممكن تكلميني محمد فتحي. شكرا يا محمد. شكرا. في حد بعت لي يقول رمضان السكري. رمضان السكري ايه؟ انت مين انت سكره كده؟ حلو انت، والقميص الحلو، الدنيا حلوه، والقميص الفسكوس حلو انت. استنوا نشغل اغنيه ايه؟ نجيب نانسي عجرم. انا بحب اغنيه شايف الشباب قوي والله، بس خليكوا على فكره انتوا مكابتني كمان، لان انا حاسه اني بكلم نفسي النهارده. تليفون. طب استنوا تعالوا ناخد تليفون عشوائي على الهوا. الو اهو. شوفوا بقى انا بقابل ايه تحت الهوا. شفتوا؟ الو انت يا ابني، يا بابا حبيبي. الو والله العظيم انا بقابل الكلام ده تحت الهوا. انت متخيل عشان يظبط تليفون بناخد كام تليفون؟ لا حاجه، ده انتوا جبتوا لنا العايه يعني. انا مش عايزه اقول لكم كده طبعا، لما حدش يقول ينفع يقول المستمعين كده، بس انا هقول. مين؟ هوبا. هقوم من مكاني واقول لها بس كده يا ست الكل. ده محمد العزبي. ما انا لسه شايف لك حته شنطه عند ولاد ابو اسماعيل، انما حكايه. ولو قالت لي طب والحاجه، استني ما قلتلكيش على طقم الكوبايات بقى، حاجه ملهاش مثيل، تقدميها كده للضيوف يحكوا ويضحكوا عنه اسبوع، وافضل كده اهو لحد ما تقول لي اتفلق. يعني ايه؟ مش انت هتعمل لها؟ لا فهمني بالراحه. يعني ايه؟ محمود الصعيدي. انا بسلم عليك. محمد شعبان. انا كنت الاول بخلع منها وبعمل كأن حد اتصل بيا وعنده مصيبه لازم اروح له، دلوقتي بقيت بساعدها في كل حاجه. يخص. لا بس على فكره انا ممكن اخلع بس بالشياكه يعني تعبانه مثلا مش قادره انام، لا مش هقول لكم ازاي. يعني انا لو طب ما هو انا اخر فقره لازم اقول انا كمان بعمل ايه. ما تعرفوني انا من الفقره دي، لانه هتهرش قوي، فاهم؟ يبقى شكلي يعني مثلا اجي اقول لكم بهرب من مديري ازاي، ايه الهبل ده؟ واترفد يعني ولا ايه؟ مش هو كنت عبقري يعني ولا انا لوحدي كده؟ امك ولا رحاب يا طه؟ مديري طبعا، ولا رحاب بلمي. لا صعبه. 1927 ده رقم الاس ام اس. كلموني على 3835 او ابعتوا لي على ميجا اف ام. الشيخ الشباب يا اخوان. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. لا انا جالي اغرب مكالمه في حياتي يا عمر. واو ايه ده يا جماعه؟ لا مش كده. الواحد شفت الواحد بيطلع تلفزيون ربنا بقى ايه بتاعها في وشه، فاهم؟ تلاقي بقى 700 حد ما عارف ممكن ارتبط بيكي. الله وانا مالي يا ليلى؟
يا عم احنا قاعدين. 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلموني على 38 او ممكن كمان تبعتوا لنا على ميجا اف ام 92.7 لو عايز تهرب تخلع من مامتك. بتعمل ايه يا سوسو؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه يا اسماء؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. خفينا الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. تقولي ايه للناس كلها بتستهتر بالكورونا يا اسماء؟ والله اقول لهم ياخدوا بالهم، لان بجد الامر صعب جدا ومفيش حد خالص كبير على الاصابه. انا ما اعرفش حد ما عندوش حاله يعني بصراحه. اتفضل. يعني بتلاقيه في دايرته حواليه مش عارف ايه وكذا حد، مش مثلا بقى واحد بس، لا يعني انا واختي كنا احنا الاثنين، فالدنيا مش سهله يعني. طب سلامتك الحمد لله. قولي لي بقى كنت تهربي من مامتك ازاي الله يرحمها؟ اللي انا مش عايزه اروح. اكيد كنا بنعمل يعني، اكيد كنت بتعملي كده ومفيش حد مننا ما عملش كده. ايه بقى بتعملي ايه؟ بصراحه ما كنتش بعملها كتير، بس لما كنت بهرب منها كنت بهرب بالدلع، يعني كنت ادلع عليها مثلا اتحدث اسكوتي عارفه وتروحي جاريه. انت يا بنت اسكوتي مثلا اعملي كذا، طيب استني ده شويه، فرقه حسب الله تحت اهي. وكانت بتنفع معاها بصراحه يعني كنت بالطريقه الكويسه تهربي بالشيء. بتحجج بحجه هايفه، هي عارفه ان انا بتحجج، بس كانت بتفوتها لي يعني. وايه وهربتي بالشياكه؟ بس يعني بحاول يعني. ماشي يا ست سوس، نورتيني وتسلمي لي وعلى راسي. استني عايزه اقول لك حاجه. قولي لي. عايزه اقول لك مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله السنه تبقى احلى من السنه اللي فاتت يا رب يا رب. اللهم العوض. الحمد لله ربنا يخليكي ليا. وعايزه اغنيه. عايزه ايه؟ عايزه اغنيه تقولي لاسماء، مش مهم يعني، بس لك الاختيار مش الاغنيه اللي جايه لاسماء. يا تافهه. ميرسي يا سوسو نورتي. باي باي. باي باي. والله العظيم كوميديين. انا بقيت مصاحباكم كلكم تقريبا، كلكم بقيتوا صحابي خلاص. في حد بيقول لي كان نفسي تكون عايشه معايا وانا عمري ما ههرب، للاسف عايشه بعيد عني وانا صغير. من وانت صغير يعني؟ لا انا عايزه اسمع اكتر. بس اكيد كلنا بنخلع بالشياكه انه يعني عارف اللي هو تنظيفه العيد مثلا. ايه تنظيفه العيد؟ انا نفسي اعرف مين اللي عمل تنظيفه العيد دي، ولا حد اصلا هيجي لنا في العيد يعني فاهم؟ ما احنا كلنا بنروح مثلا عند بيت حد، فاحنا لو احنا الدور مش علينا طب ننظف في العيد ليه؟ طب ما ننظف كل يوم، ده مش معناه احنا مش نضاف، بس مش لازم نعمل تنظيفه العيد. معقوله بقى؟ ميكس تقريبا انت ملهمي في السيجمنت ده او في الفقره دي او النهارده، لانه الهروب بالشياكه قال لك ده لعبتي طبعا يا جماعه. ميكس هرب من خطوبته، هرب من خطيبته كطبيعه الاغلبيه يعني. بيقول لك ايه بقى؟ بس مع ماما مش بقدر اعمل كده حبيب ماما. او ممكن افضل اجل بس بعمل في الاخر، بس ما فيش حاجه لله باخد قدامها حاجه حبيب ماما. 1927 ده رقم الاس ام اس. كلموني على 38 البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. 1927 ده رقم ايه ده؟ انتوا ازاي بتوطوا البتاع كده؟ 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38 او تبعتوا لنا على فان بيج ميجا اف ام 92.7. ممكن كمان تبعتوا لنا على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. لسه بنقول الهروب الكبير. لو مامتك طلبت منك مشوار وانت عايز تهرب، بتهرب ازاي؟ بس ما خليكي معايا ها. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. والبرنامج اللي بيقولوا عليه وبرعاية وي قبل اي حد. ومعاكم سالي عبد السلام على ميجا اف ام 92.7 والاغاني على بير. بتهرب ازاي؟ الهروب الكبير. لو مامتك طلبت منك حاجه، طلبت ان حد ينظف الشقه واحنا بسم الله الرحمن الرحيم عندنا اجازه فبننام بدري فاهم، وما اتغدناش، فانت مش عايز تنزل، فهتهرب ازاي بالشياكه؟ انا عايزه اسمع اساليبكم. يا بسمه ازيك؟ حبيبتي قلبي عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بسمه بتهربي بالشياكه ازاي؟ مبروك على برنامجك الله وبرنامج يخليكي. قصه حقيقيه. ابعتي لي قصتك بقى. الله يخليكي يا حبيبتي. على القناه الاولى. قولي لي بقى. اتفضلي قولي بتهربي ازاي؟ اما انا تعبانه يا ماما خوجاني. انت ايه؟ انت مين؟ اما انا مصدعه تعبانه. بتقولي لها اما؟ اما ليه اما؟ أيوة. دي بقى انت امبارح بتقولي بيلقط والنهارده اما؟ يا بنتي ده الناس بتسال انت مين.
بتقول لها امها وهي بتقول لك عادي. ما هي امها بالصعيد طبعا، ما اقولها يا ماما. مالها بتبقى بقول لها يا ماما ايه اللي هيحصل؟ لو مش بالصعيد يحصل يقتلونا؟ انا ما بتخافش. لا اقولها يا انت ماما. بتخافي؟ انا ما بخافش. يعني بتقول لها يما يما، مش لما اقولها يما 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 ده بالصعيدي. يما انا أيوة. مصدعه. يما انا تعبانه. ايوه. وهي بقى تقول لك ايه؟ خلي بنتك، اقول لك خلي بنتك. خلي بنتي؟ يعني ايه دي؟ قولي لبنتك تعمل كذا. يعني ايه ده؟ انت بتقولي ايه انت؟ بس قولي لبنتك تروج الشقه. البنت تروج الشقه دي انا فهمتها. قولي لبنتك تروج الشقه، وقولي لمرتوانه دي. وانت بقى يعني ايه بتقول لك ماشي ولا بتزعل ولا ايه؟ تتخانق شويه وتسكت. هاو ار يو بسمه؟ I am fine thank you. يا ولد لا ده الصعيد اتطورت قوي. اللهم صل على النبي. خلصت المراقبه اللي عليك ولا تقدري انت؟ ايوه مش يما انا تعبانه. لا تسلمي لي ونورتي لي وعلى راسي. ربنا يخليك يا قلبي يا رب. ادعي لي يا بسمه كتير يا بسمه، محتاجه دعاء. ربنا يديك الصحه والعافيه بعد عنك. يا رب يا حبيبتي، اللهم امين. باي باي. يديك الصحه والعافيه. يا مرمر، شفتي يا مرمر اللهجه مكعبله ازاي؟ بس انت صعيدي اسكندراني. بس انا عذراك يا حبيبتي، انت بتسمعي يما انا تعبان. يما ده امبارح بتقولي الراجل بيلقط يعني يلقط الكلام. يا عيني يا مرمر، معلش يا مرمر حبيبتي، ان شاء الله هي فتره وتعدي تطلع على اليابان. 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا على الفان بيج ميجا اف ام 92.7. ممكن كمان تبعتوا لنا على تويتر. نوسه بتقولك هي بتبقى حاسه عشان انا ما بنزلش كتير. برافو يا نوسه، يعني هي بتبقى حاسه، فاهم؟ ما هو الاحساس نعمه برضو، لكن احيانا بيبقى لازم تروحي. لسه معاكم سالي عبد السلام على ميجا اف ام 92.7 والاغاني على كبير، والبرنامج اللي بيقولوا عليه برعايه وي قبل اي حد. 1927 ده رقم الاس ام اس. ومين تاني؟ الله، ده رقم اخره 28. الله يرحمها يا رب. بيقول انا كنت بتلكك حرفيا عشان اخدمها لانها كانت مش بتطلب حاجه. شايفه الامهات؟ شايفين الامهات؟ الله يرحمها يا رب ويصبرك ويعوضك يا رب. 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا على الفان بيج. بيقول لك الهروب الكبير، يعني ماما اللي يحب ماما ينظف، اللي يحب ماما يعمل، اللي يحب ماما. طب وبعدين يعني ايه الحاجات اللي تبسط الام؟ انا عامله لكم شويه دراسات عاملاها انا واتنين صحابي كده واحنا قاعدين. قلت لك لا، ماما الجوافه باظت. انا عاملاها لكم عصير، يعني ليها شويه تفاصيل كده موجوده في كل البيوت، فاهم؟ تفتحش التلاجة، ما تعملش، رايح تشرب من ازازه الميه، اوفر بس احنا بنحبهم. عايزه اقول لكم ان في دراسه بتقول انه قضاء الوقت اكتر مع الام بيحسسنا بالامان وبيزود نسب الذكاء. شفت يا محمد نسبه ذكائك مش قد كده ليه؟ لانك ما قعدتش مع ماما. مقلل شويه في القعده مع الحاجه، زود عشان الناس هتاكل وشنا، فاهم؟ يقول لك هتبقى ذكي. وعلى فكره كمان قالوا ان الطفل بياخد نسب ذكائه من امه. يا فضحتي. وطبعا اول ما الامهات سمعت الدراسه دي بصوا لاولادهم. لو شفت يا استاذ، عارف اللي هو ايه؟ معروف الست المصريه اي حاجه حلوه يبقى الولاد اخدوها منها، اي حاجه وحشه تبقى طالعه لابوك. انا في الوقت كل ما ابص له تكنيله وانت شبه، عارف ليه يا ماما؟ ليه محدش بيقول لحد كده؟ على فكره اكتر حاجات بتفرح ماما ايه بقى؟ تكتب لها مسج مفاجاه هي مش متوقعه، او تبعت لها على الواتساب اي حاجه، يغسل لها المواعين، تروح مشوار ترجع منه تلاقي الشقه متروقه، مش ترجع تلاقي البيت مقلوب يعني. خرجها واكلها ايس كريم او اي حاجه بسيطه. احنا عندنا حواوشي بقى، كبده وسجق، حتى البيبس ما خدتش بق، بنعمل كده يعني، فاهم؟ بس هو برضه الهروب الكبير، انا عايزاها الهروب الكبير. احمد يا لطيف، انا بسلم عليك يا احمد يا لطيف. انت احمد لطيف بتاعنا مدير الاضاءه، قلبي يا رب لو انت. 1927 ده رقم الاس ام اس. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. وبرعاية وي قبل أي حد، والبرنامج اللي بيقولوا عليه. ولسه بنتكلم على الهروب الكبير. ما حدش فيكم عارف يجيب الهروب الكبير. امبارح في حد جاب التايهة والله العظيم. شوف عبده زيدان يعني يوضع سره في لا بس حرام، ما هو هايف برضه، هايف. وكنت عبقري. بس يعني هو يستحقها. بيقول لك ايه بقى؟
بيقول لك ازاي تهرب من مامتك لو هي طالبه منك حاجه، يعني طالبه منك مشوار، طالبه منك حد ينظف البيت وانت عندك اجازه وعايز تنام وبننام بدري وما اتغديناش. يا محمد الو. الو ازيك يا سيدي؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ محمد هاو اولد ار يو؟ مش بتاعت فاين ثانك يو، لا الثانيه اللي بتاعت كام سنه دي. عندك كام سنه؟ 35 يعني داخل في ال 36. بتشتغل ايه بقى؟ بتشتغل ايه بقى حماده؟ شغال في الكوتشيات. انا كلمتك كذا مره. انت كلمتني يا حماده. لا ده انت بقول لك ايه، كلاوي الجينيوس بتاعنا هو اللي هيخلص. فكرني بس، انت لاغيني مسا هتلاقيني معاك على طول. تسلمي لي يا ربنا يخليكوا على راسي. قول لي بقى بتهرب ازاي لو ماما قالت لك اعمل حاجه؟ والله انا ساعات بقوم انضف لوحدي، مش في حد جاي على الباب. مش انت متجوز؟ ايه؟ مش انت لا متجوز؟ كنت متجوز وما حصلش نصيب يعني. فطبعا رجعت لمامتك فلازم تنظف وتعمل بلقمتك. لا انا قاعد في مكان ومامتي قاعده في مكان. طب امال انت بتقعد فين؟ وانت بتنظف فين انت؟ أنا انت عايز ايه؟ بحس ان 3/4 مواضيعك يعني شخصيه، يعني انت بتتعرضي لحاجه شخصيه. والله العظيم ولا جيت جنبها. لا انا بعمل زي الكلبه، يعني هي اوامر. انا لسه قاعد اخد ودي في البيت. لكن ما بقدرش اهرب يعني. انت ليه بتخليني اقول كده؟ بس ليه اساليبي برضو. لا بحس المواضيع كلها. ما هي يا ابني المواضيع لازم تلمسنا وتحسنا، مش انا واحده منكم انتوا واحده انتوا ناس مني طبعا. واللي مني مزعلني. انت خلصت المراقبه اللي عليك ولا تقدر انت؟ ايوه من شهر. يعني انت ما بتهربش؟ لا مش هتكسب معانا. أنا لو هي تعبانه هقوم اعمل لها. لا وانت حسيس قوي. انا كاتب لك شعر بمناسبه الاحساس ده. ايه بقى؟ لا استنى، لو احلف قول والله العظيم. والله عمال بكتب. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر. محمد مأكد لي. لا قول لي شعر، قول لي حاجه في تأبيني، قول لي. بس لسه ما كتبتش الا 3 حاجات ولا. قول لي الخواطر اللي يعني عارف اللي هو ايه، مش بيبقى عندك كده اول حاجه هي اللي بتلهمك، صح؟ يعني انت عارف اللي هو ايه، انا عايزه اقول شعر بس مش عارف اعمل ايه، صح؟ يلا. مش عارف. قصيدة شعرية كتبها خلف الدهشوري خلف. يلا خش يابا يلا. الله على شعرك الطويل وضحكتك ولون المونوكير كمل وسحر عيونك. إيه؟ بيطير اكيد بقى، في حاجه مونوكير يبقى بيطير يعني، فاهم؟ مانيكير كمل. لا صار مني الكلام ده. لا ما تقولش كده، انت فنان. انت بس عشان رهبه الستيج، بس عشان رهبه الموقف. انا بقولك فعلا لما بكلمك بحس اني مبسوط. لا وبحس اني مبسوط، بس الهوا بيخليني الواحد يتوتر وما بيعرفش يتكلم. انا يا ابني قعدتي في البيت على ايديكم. تسلم لي ونورتني على راسي. تسلمي لي. باي باي يا محمد. وانت طيبه. وانت طيب. الف مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك يا رب. بيجي على القناه ايه؟ بيجي على القناه الاولى المصريه الاولى ان شاء الله. انا كنت متابعك على القنوات اللي هي خلاص ده بره بقى. لما كنا هناك كنا في بيروت. كنا في بيروت. رجعنا بقى بلدنا الحمد لله، ومع سبيرو طبعا رائد الاعلام الاول. سلامه ومنوره بلدي. على راسي. تسلم لي. ميرسي. باي باي. والله العظيم حياة ربنا. لا انا في حته ثانيه. طب انتوا شفتوا مستمعيني عاملين ازاي؟ اقسم بالله بيحسدوني عليهم. يعني ده الناس تسمعهم تقول لك اشمعنى. لا ده انا مستمعيني في حته ثانيه. لا احنا كله في الكليتش. عارف اللي هو ما تنطق يا ابني، مين اللي قتل سعد زغلول والنبي منع. لا احنا في حته ثانيه كمان. وبعدين انا بخاف من الحسد، انا خايفه عليكم. 1927 ده رقم الاس ام اس. لسه معاكم سالي عبد السلام، والبرنامج اللي بيقولوا عليه على ميجا اف ام 92.7. الاغاني على كبير وشعرك اللي بيطير. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. خد اما اقول لك. تعالى انا عايز اقول لك على حاجه. لا انت هتضربي. انا لا مش هضربك، هعرفك غلطك بالشياكه. تعالى. هتضربي والله. 5 صراحة، هنتكلم بالراحة. ولا حد فيكو عرف يهرب الهروب الكبير اللي مش عارف ايه، اصل يا ماما مش عارف ايه ده. طب ما انت ما هي هتزعل، بس ما هي بتسمع. بقول لك ايه يا حاجه، ما بوظناش الشغلانه، احنا بنحمد ربنا ان احنا ماشيين بالستر. بس انا قلت لهم ان انا هقول رايي. انا بضحك عليهم وانا بقول لهم كده عشان يبقى عندي مصداقيه يعني. ما اكيد مش هقول لك كده مثلا، فاهمه اللي انا هقوله دلوقتي بضحك عليهم، لكن انا لما بقوله لك ما بقاش بتحجج، انا ببقى قصداه. احنا بنضحك على المستمعين، انت عارفه ان احنا فيك وكده مش حقيقيين. طب انا كده في ورطه. ايه ده؟ ايه الحلقه دي؟ طب هقول لك. لا هو انتوا عمالين تقولوا لها لا، هقول لها معلش وهقول لها مش عارف ايه. انا هقول لك كلمتين واخلع. الهي يا رب ما تبقى سامعه.
ايه ده يا مامي، انت شكلك تعبان قوي، بس انت شكلك مكسله. انت عايز تنزلي بجد؟ انا حاساكي شكلك مكسله. طب بقول لك ايه، ما تيجي نخليها يوم تاني. قعدت ست الحته خلاص. انا لسه هقعد اهلك كده بهبوري مش قادره اصدق. طبعا انا لسه هقعد اقول لها يا مامي اصل وفصل، ما انت ما بتخرجنيش، ما انت ما بتودينيش، ما لو كان صحابك، ما لو كان شغلك. ليه هي شكلها تعبان ووشها اصفر، تخرج ليه؟ ما ادوني سبب واحد. باي باي.